السلام عليكم يا تيتا. ايه حكايتك النهارده يا تيتا؟ مش هتحكي لي حكايه ولا ايه؟ انا بقالي ساعه معاكي. لا يا حبيبتي، انا بس كنت عايزه اشوفك عندك صبر ولا لا، وكنت عايزه اقولك قبل ما اقولك اي حاجه هحكي لك بس على حاجه بسيطه عشان تاخدي منها عبره، وبعدين نخش على الحكايه بتاعت النهارده. عارفه ايه هي؟ انا كان ليا حما طبعا، الله يرحمها. حماتي دي كانت في يوم من الايام بتقول لي لما يكون حد غيران من حد دايما بيحاول يخليه في صوره وحشه. فقالت لي كان في غرابين، واحد متغاظ من واحد، فكان كل ما يشوفه يقول له انت وشك اصفر، انت شكلك عيان، انت شكلك متضايق، انت مش كويس، انت مالك، انت زعلان، انت حزين. كل شويه يقول له كده. طبعا الغراب التاني يعمل ايه؟ يقعد يفكر في ايه؟ يفكر هل هو فعلا اصفر ولا حزين ولا تعبان. دنيته لغايه ما ايه؟ عي. ولما عي راح برضه ايه؟ راح الغراب الاولاني برضه يزوره ويقول له ايه؟ انت مالك؟ ده انت شكلك عيان خالص، ده كأنك هتموت. وفضل فعلا تعبان لغايه ما مات. ايه المقصود بالحكايه دي؟ المقصود بالحكايه دي ان دايما لما يكون في حد غيران من حد بيحاول يخليه يقعد يفكر في الحاجات الوحشة، علشان لما يفكر في الحاجات الوحشة يتعب وممكن يعيا، ممكن يجرى له أي حاجة. يبقى البني آدم دايما طالما حد ممكن يكون غيران منه ما يسمعش كلامه، يقول له انت اصفر، يقول له انا مبسوط كده، انا الحمد لله. دايما البني آدم يكون في حالة رضا علشان يكون سعيد، وما يهمهوش كلام الآخرين خالص طالما هو بيرضي ربنا وطالما ماشي صح. حكايتنا النهاردة حبيبتي عن جارتنا اللي امبارح أنا شفتها وعرفت عنها كل حاجة. جارتنا دي كانت جميلة جدا، باهرة الجمال. اتجوزت وعاشت في بيت عيلة، فكانت هي وسلفتها في نفس البيت، فسلفتها فوقيها، فكان سلفتها من كتر غيرتها منها كانت دايما لما هي تغسل تقوم تغسل وتسيب الغسيل مبلول شوية عشان ينقط على غسيلها. تقول لها ما تخلي الغسالة تغسل، يعني تنشف الغسيل. تقول لها اصل التنشيف عندي بايظ. وبعدين تقول لها طيب تستنى لما التنقيط يبطل وتنشر هي. تروح التانية جايبة غسيلها برضو دلقة عليه مية علشان يفضل مبلول، بحيث ان لما جوزها يطلب اي حاجة يلاقيها لسه ما نشفتش، فطبعا يبقى فيه مشكلة، تعمل لها مشكلة. غير بقى انها لما كانت تقابلها كانت تقعد تقول لها انت شكلك متضايقه انت وجوزك، هو في حاجه مضايقاكوا؟ انا بسمع ساعات صوتكوا كتير، في حاجه مضايقاكوا؟ فطبعا ديك تقول لها طبعا لا ما فيش، عشان مش عايزه تقول لها اسرار بيتها. فالمهم كانت دايما كمان تنفض على السلم عشان تخلي سلمها مش نظيف. فطبعا جوزها يقول لها انت ما نظفتيش قدام البيت ليه؟ ينفع كده؟ يعني ماما لو عدت على البيت بتاعنا وجت تسلم علينا ولا حاجه تلاقي قدام بيتنا مش نظيف؟ تقول له انا صدقني انا كنت منظفاه، انا معرفش ايه اللي جاب كده. وطبعا هو ليه ايه؟ ليه الظاهر. فكل شوية يلاقي غسيله مش ناشف ولا جاهز ولا قدام بيته نظيف. فكانت دايما تضايقها بأي شكل من الأشكال علشان تحاول تخليها تتخانق هي وجوزها ويعملوا مشاكل. فضلت كده حبة كتير، وفي النهاية زهقت وطلبت منه الانفصال. انفصلوا عن بعض ورجعت هي عاشت في بيت أهلها، بس طبعا حرمها من أولادها. فالنهاية إن كانت سلفتها دي عاوزة إيه؟ كانت عاوزة إنها تاخد الزوج ده لأختها، كانت مستخسرة فيها. وأختها حاولت تتقرب من جوزها وقالت له ولادك دول هم ولادي، أنا هربيهم وإن شاء الله هيبقوا كويسين وما يروحوش لمامتهم عشان ما تتحرمش منهم، لأن أختها دي كانت متجوزة قبل كده وما كانتش بتخلف، فكانت بالنسبة لها فرصة. فضلت تعمل كده كتير لغاية ما الست زهقت وطلبت الطلاق ومشيت. طبعا هي عايشة متضايقة لأن هي عايشة من غير أولادها، وكمان لما بتشوف أولادها في الشارع ولا حاجة ما بيحاولوش يقربوا منها لأن هي بتوحش صورتهم، صورة الأم في عينيهم، فطبعا ده بيضايقها قوي. طبعا هنا يا حبيبتي تفتكر الغلط هنا في إيه؟ الغلط هنا إن إحنا سيبنا اللي قدامنا ياخد فرصة. يعني مثلا لو هي كانت بتضايقها في الغسيل تنشر غسيلها هي، مش هو ناشف شوية تنشره على كراسي السفرة وتبعد عنها خالص، تجيب منشر داخلي وتحطه علشان تبعد عن الشر ده.
لأن دي كانت إنسانة شر. لما هي تنفض وتسيب لها السلالم مش نظيفة بعد ما هي تكون منظفاها، كانت مثلا تقدر تخلي حماتها تقول لها بصي شوفي كده عشان تبقي شاهدة قدام جوزي إن أنا بنظف الحاجة مش كويسة بعد كده. يعني كانت تحاول تحل المشاكل، لكن ما تحاولش إنها تزهق، لأن فتح البيت مش بالساهل وقفله مش بالساهل. يبقى المفروض نحافظ على بيتنا ونحافظ على حياتنا، وما فيش أي حد يقول لنا حاجة وتأثر علينا، لأن التأثير غالبا ما بيكون تأثير سلبي، إلا إذا كان إنسان كويس، فده بقى ربنا يكفينا شر الوحش ويقرب مننا الإنسان الكويس. ربنا يكفينا شر الوحشين ويقرب مننا إن شاء الله الناس الحلوين ولاد الحلال. عشان كده يا حبيبتي لازم الواحد يكون عنده عقل بيفكر فيه، كل حاجة لها حل، يحاول يوجد حل لمشكلته، لكن ما يستسلم لهاش أبدا، ولا يحاول إن هو يبعد عنها أبدا. هي شوفي عايشة دلوقتي متضايقة عشان عيالها بعيدة عنها، لكن لو كانت صبرت شوية كان ممكن اتحلت المشكلة، وكانت تعرف إزاي توصل للي هي عايزاه. ربنا يصلح حالها ويصلح حال ولادها ويهديهم لها ويرجعهم لها عشان تشوفهم. وسلام بقى يا حبيبتي.